بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم حبيبة قلبي. اليوم من مطبخ آلاء غادي نبارطاجي معكم طلبية نتاع المقرمشة أو التقنتة نتاع المقرمشة اللي تجي في النفاس ولا مناسبة المولد النبوي الشريف. هذه الوصفة من أروع ما يكون. أنا كنت درتها لكم من قبل على حسب لا كونتيتي تاع الدار. اليوم غادي نعطيكم المقادير المضبوطة على حسب 4 كيلو وثمن البيع. يلا نشوفوا طريقة التحضير مباشرة مع بعض. حاجة الأولى نجيب واحد زلافة ندير فيها 8 حبات نتاع البيض، نضيف لها رشة نتاع الملح مع لافاني ملعقة صغيرة ولا اللي بغيتو ليسونسيال لافاني. نخلط بالفوي مليح مليح داك البيض نحله بهذه الطريقة. من بعد ما حليت داك البيض نضيفو تدريجيا الفرينة، وهنا الفرينة على حسب اللي تتلم العجينة. نخلطها شويه بالفوي كيما هكا غير باش ما تملصقليش في يديا. قلت ندير لها شويه تاع الفرينه. من بعد دروك نقلع ديك الفوي ونضيف الفرينه تدريجيا ونلمها بيديا. نضيف هنايا الفرينه نلمها بالسباتول شويه باسكو غادي تغبنكم تبقى تتملصق لكم في يديكم باش البيض ما يغسليش. على بالكم بلي الحبه راها دير 2005 25 دينار جزائري. دروك نلمها بيديا بهذا الطريقه. نزيد الفرينه. هنا جاتني قريب كيلو تاع فرينه. هنا من بعد ما لميتها اخواتي مباشره غادي نشكلوها. هنا نرشو طاولة العمل بالمايزينا او نشاء الذرة. ضروري المايزينا تحتاجوها في هذه الوصفة. هنا العجينة كيما راها بيسك راها كبيرة وكاع غادي نقسمها على 2. الخير النص ملهيه وهذا ندير على شكل بودة. نقصها نقطعها قطع صغيرة باش نحلهم. كيما هكا. ثم نزيد نقطع العجينة الثانية تاني. نوجد كاع العجينة هكا قطع باش نشكلها مباشرة. نخدم ضربة واحدة. خاص الانسان لازم كي يخدم خدمة ينظم روحه. دونك هنايا نديرها في واحد البلا هكا. ندير شويه تاع المايزينا نحط هذوك القطع تاع العجين ونبداو نشكلو بعجينه بعجينه. دونك انا جبت عجينه درت شويه تاع المايزينا. نورمالمون تكثروا المايزينا باش ما تملصق لكمش باسكو البيض يتملصق. دونك مره على مره ديروا المايزينا. حلها غير شويه ماشي تحلوها كاع، حلوها غير شويه قد لي تدخلنا في الماشينه نتاع القريوش بهذه الطريقه. من بعد ما حليت هاد زوج تاع العجينات دروك نجيب هنايا الماشينه نحل العجينه تاعي في الرقم 3 الاول. وماذا بكم كثروا المايزينا قلت لكم باش ما تملصق لكمش في يديكم. ما تخافوش من المايزينا ما غادي تحرق لكم المقرمشه ما والو. ثم دروك غادي نحل العجينه في رقم 6. هنا من بعد ما حليتها مباشره نشكلها مباشرة. نشكلوها. الخطأ اللي لا درتوها حليتوها وخليتوها مشيتو درتو العجينة الثانية والثالثة وتقولوا من بعد نحلو غادي العجينة تيبس لكم بالمايزينا. على بالكم بلي المايزينا تيبس العجينة. دونك هنا كيما راكم تشوفوا رشيت عليها المايزينا باش تقعد لي حبة نفرزها على حبة كيما هكا خيوط. ونزيدو نرشوا عليها المايزينا باش ما تلصقناش وحدة مع وحدة بهذه الطريقة. وانا كنت خدمتها من قبل دونك وريت لكم غير وحده باسكو كنت درت لكم فيديو من قبل. انا غير بغيت نعطيكم الثمن البيع تاعها واش عادات لي من كيلو. هنا مباشره اخواتي جبت واحد المقله تكون غامقه بزاف باسكو غادي الرغوه دير لك البيض يدير الرغوه في الزيت باش ما تسيلكمش الزيت. دوك انا نجيب واحد المقله غامقه ندير فيها كميه معتبره نتاع الزيت نخليها تحمى غير شويه ماشي حتى تنحرق. وندير هذيك السباغيتي كيما السباغيتي نيشان ديك المقرمشه عفوا ونخليها تتقلى. الغاز يكون مجهد ما يكونش ناقص نار متوسطه.
وتبقاو بالفرشيطه هكا تحلوه باش ما تقعدش عجينه من الداخل. ديروا غير بشويه بشويه قلوها. راكم تشوفوا طريقه سهله ومقادير سهله شهوله، فيها الصوالح غاليين، فيها البيض، فيها بزاف صوالات تشوفوه من بعد. هنايا مره على مره ديروا بالفرشيطه باش تنحل لكم ما تقعد لكمش معجنه بالداخل حبه على حبه. وهنا من بعد ما حمارت لي غادي نصفيها ودرتها على كسكاس ومعها حاجه باش يودي داك الزيت، كسكاس مع كيفات. كي تشوفوها ولات ذهبيه قلعوها، ماشي حتى تحمر تولي فونسي، كي تولي ذهبيه قلعوها. نزيد معاكم مقله واحده اخرى حداكم. شوفوا كي دير الرغوه باسكو فيها البيض، دونك ضروري لازم لكم ديروا مقله تكون شويه غامقه ولا قلو في كاسرول. انا غادي نكمل نقليها كاع ومن بعد نتلاقوا ان شاء الله. هنا من بعد ما قليتها كاع خليتها بردت تماما، نفتتها بيديا بهذه الطريقه. نضيف لها هنايا غرفيه نتاع جنجال محمص حب مع نص غرفيه نتاع جنجلال محمص ومطحون، هذا جنجال بني. نخلط المكونات ثم نضيف لها هنايا غرفيه مملوءه نتاع حلوه الترك او حلوه الشاميه. شعل ما تكتري لها حلوه الشاميه شعل ما تجي بنينه. انا كنت في كيلو ندير فيه كاس تاع 220 مليلتر مملوء نتاع حلوه مليانه. الوقت اللي كنت نخدم لي كوموند تاعها كنت نحسبها 90,000، بصح حلوه مليانه زادوا فيها والجنجه زادوا فيه والبيض، دونك تمشى على حساب الامكانيات، باسكو لو كان نزيد في السومه ما غاديش يدوها عليا. ثم نضيف هنايا عفوا غرفيه نتاع كاوكاو محمص ومطحون. نخلط المكونات ونضيف لها غرفيه نتاع العسل. هاد الغرفيه رفدت لي 600 غرام نتاع العسل. من بعد هنايا ما دقتها ضفت لها 100 غرام اخرى نتاع عسل. نتوما ذوقوا الا جاتكم حلوه ما تزيدوش، ولا ما جاتكمش حلوه زيدوا. انا كان خاصني شويه حلاوه دونك زدت لها شويه نتاع العسل. وهنايا اخواتي كما راكم تشوفوا راها واجده. على سماوها المقرمشه باسكو تجي كروستيون، تجي مقرمشه في الفم، جات من اروع ما يكون. هاد الكميه دارت لي 4 كيلو. بالنسبه للبيع تاعها للكيلو هو 1200 دينار جزائري، يعني 120,000. ومن قبل كي كان كلشي رخيص كنت نبيعها 95,000 للكيلو. كما راكم تشوفوا اخواتي، يعني هاد الوصفه مليحه، واللي تبغي تخدم على روحها حاجه مليحه وتعاون روحها حاجه جديده، نتمنى ان شاء الله تجربوها اخواتي. وإلا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنسوش ديروا لنا لايك لا فيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.